ثم انا هتكلم على اللقطه المحوريه في الشوط الاول بالنسبه لي، ضربه الجزاء. يعني النادي الاهلي بيتعوض نادي الجيش الملكي بسبب ضربه الجزاء اللي حصلت. بيتعوض الجيش الملكي عن الظلم اللي حصل له في المباراه اللي فاتت قدام النادي الاهلي. ضربه جزاء اولا من خيال الحكم، اللاعب بص ايد ديانج فين يا احمد، يعني لا تكاد تكون ملتصقه في جسمه، لا بس مش موسع جسمه، بس لمست ايد ديانج احمد. لا ايوه لمست ايده، بس ايده فين؟ ايده فين؟ دراعه فين؟ لا هي ما كانتش ثابته في الاول. دراعه فين؟ هو دراعه جنب جسمه، ما كانش ثابت في دراعه جنب جسمه. اوكي بس اولا خبطت في دراع. القانون بيقول ان لو ايده متوسعه او بره مكانها الطبيعي في الحاله دي بتتحسب ضربه جزاء. لكن التصويبه كانت هنا الفضيحه الثانيه انا يعني الفضيحه دي اقل كلمه تتقال على الحكم بصراحه. موقف انما انا زي ما بقول لك الاساس هو تعويض نادي الجيش عن اللي حصل له المباراه اللي فاتت. مباراه قلت لك هتبقى صعبه على النادي الاهلي. هنا بص اللاعب وهو بيسدد كام لاعب داخل منطقه الجزاء؟ لا كل لعيبه الاهلي لو حصل ان كوره اتصدت او ضاعت لابد ان هي تتعاد يا احمد. دخلت جول يعني. هو عدم وجود الفار بس. شوف اللي جاب اللي سجل الهدف ماليش علاقه باللي سجل يا عزيز، ماليش علاقه ماليش علاقه بالقانون. بيقول لو حد دخل منطقه الجزاء الهدف يلغى. الفريقين دخلوا منطقه الجزاء. مين دخل الاول في منطقه لاعبي الفريقين؟ كل الفريق الاول لعيبه الجيش لعبت الفريقين. بص يا احمد انا خلينا في الحاله الاولى. ما تحسبش ضربه جزاء ابدا. فضيحه يعني اقل ما يقال ان هي فضيحه. ولو الحكم خد سنعود لهذه اللقطه طبعا. لو الحكم خد قرار مش مستحيل هيعيد. اذا مشاهدينا طبعا تقدم لفريق احمد. ما تحاولش ان انت تعمل حيادي يا احمد، انت ما تحاولش تعمل حيادي، انت معلق. طيب. انت المفروض انت مقدم، ما تحاولش تعمل حيادي وتروح ناحيه الجانب الاخر عشان ما يتقالش ان انت مصري. اذا كابتن وائل يعني طبعا التقدم لفريق الجيش الملكي بهدف دون مقابل. نتواصل كما اعطينا وائل جمعه حقه في الحديث عن ضربه الجزاء، نعطي عزيز بن نيش الحق في ايضا الحديث عن ضربه جزاء الجيش. ضربه جزاء واقعيه وحقيقيه لا غبار عليها. لان لماذا؟ لان هنوقف اولا. شوف كم لاعب من الاهلي داخل، حتى هو كل لاعبي الاهلي حتى هم دخلوا، ولكن شوف اللاعب اللي سجل الهدف هو الاخير اللي دخل المنطقه. كان داخل المنطقه حتى لاعيبه الاهلي دخلوا، كل داخل الفريقين دخلوا، الفريقين دخلوا. ولكن حتى في ضربه جزاء انا بالنسبه لي هدف شرعي. ولكن في لقطه ضربه الجزاء انا ممكن تعيد لقطه ضربه الجزاء. ستعاد لمسه يد طبعا في يد اللاعب طبعا اليو ديانج. والتصويبه قويه ومباشره. وقف هنا بس، وقف هنا. شو الفرق ما بين ديانج واللاعبين الاخرين؟ كلهم يديهم وراهم. طب هو عزيز هو بايده كده اعاق الكره ان تروح للمرمى، ولذلك فهي ضربه جزاء. ممكن اعلق بقى على كلام عزيز بغض النظر عن ضربه الجزاء. معلش يا احمد انت كلاعب كوره، بس انت كلاعب كوره واحد بيشوط الكوره قدامك، انت واقف ايدك في الجنب، كيف يتعامل كده؟